وساعتها بيقول سيو في سره انا ما عملتش حاجة غلط. وكملت ماريا وقالت انت ازاي بتتجرأ على اهانة عائلتي بالطريقة دي، وكأنك كنت بتحبها طول حياتك. طول الوقت كنت ظنة انك بتحس بس بالشهوة. فساعتها رد عليها الامير سيو وقال لها انستازيا بتكون خطيبتي. فردت ماريا وبتقوله دلوقتي جاي تقول انك بتحبها بجد؟ عائلة ايفردين كلها ملهاش اي لازمة. انا هخليك تندم على كل حاجة يا سيو. فقال سيو في سره ليه هكون آسف؟ كان عندي سيو شيئا من الندم بالفعل على قراراته بما فيه الكفاية. ندم كتير لما سابته أنستازيا في يوم من الأيام، عشان كده كان بيعتقد إن كل ما عليه هو التعويض عن أخطائه السابقة. فرد سيو على ماريا وقال لها متطلباتك مثيرة للاهتمام، لكني أنا لا أدين ليكي بأي شيء يا سيدة ماريا. وساعتها بتغضب ماريا من طريقة كلامه، وكمل وقال لها انت عمرك ما هتتأهلي ابدا عشان تكوني الدوكة. لقد عاد المقعد الحقيقي الى وريثه الشرعي، عشان كده يجب ان اتراجع عن القيام باي شيء ممكن اندم عليه بعد كده. وساعتها قالت له ماريا الوقت اللي جاي هيعرفك مين اللي كان على حق. وساعتها ماريا سابته ومشيت، وفجأة بتظهر أنستازيا من البلكونة وبتقول في سرها إن سيو مش بيغادر غرفتها أبدا، وكان بيراقبني وأنا دايما بستخبى تحت البطانية. وبتقوله إنها تعبانة دايما. وفجأة أعطاها سيو قبلة، وبتعرف ان اللي كانت برا مع سيو هي ماريا هوسرون، المرأة اللي رحب بيها سيو في الماضي، والمرأة اللي كان من الممكن ان تكون ماريا ريدفورد. وساعتها بتشوف سيو خارج وبتقول في سرها اعتقد ان ده كان طريق للخروج، وهقترح عليه فسخ خطوبتنا. وساعتها سيو قال لأنستازيا بالظبط زي ما سمعت كده، مفيش حاجة ينفع أخبيها ولازم أوضحها. أنا هتزوجك يا أنستازيا. وساعتها اتصدمت أنستازيا وقالت تتزوجني؟ انت بتتكلم عن ايه؟ اكيد ده مش هيحصل. فقال لها سيو هو ده السبب اني احترق الى هنا. وساعتها بتبكي أنستازيا. فقال لها سيو عندك مشكلة؟ فقالت له أنستازيا مشكلة؟ انت بجد مش فاهم؟ انا رافضة اني اتزوجك يا سيو، مش عايزة اكون ريدفورد، من فضلك دعني وشأني. وقالت أنستازيا في سرها هو قوي جدا وعنده سلطة اكبر من ذلك، عشان كده كل ما عليه فعله هو التسول. وساعتها نزل لها الامير سيو على الارض وقال لها انا عارف اكتر من اي شخص اخر انك بتكرهيني. فقالت أنستازيا في سرها قعدنا مع بعض سنوات وكنا بنكره بعضنا البعض، ودلوقتي اقدر اقول ان سيو جاد، لان عندما تذكرت المرة الاولى اللي شفنا بعضنا البعض انا ما عنديش حياة ووحيدة، وما اقدرش اكون سعيدة حتى لو مت. فردت أنستازيا وقالت له في حاجة غلط معاك، انت بتخليني احس بالمرض. فرد وقال لها انا على علم بده برضو. وساعتها بنروح لإلي وبتقول ده مر شهرين على اختفائك
يا سيدتي أين أنت الآن؟ وبنروح لليوم اللي سيو لقاها فيه، وبتكون إلي سعيدة وبتقول أنا متأكدة إن سيدتي هتكون سعيدة بأكلة اللحم الطازجة اللي هعملها النهاردة، لأن تناول بعض اللحوم هتخلي صحتها كويسة جدا. ولما بتوصل البيت فجأة بتسأل نفسها هو ليه النور طافي في المنزل؟ معقولة ده كله في السوق؟ أو ممكن بتكون بتستريح من تعبها بسبب الذهاب لشراء البقالة. وساعتها دخلت إلي المنزل وبتنادي على أنستازيا وبتقول حاسة بحاجة مش كويسة سيدتي أين أنت؟ وساعتها افتكرت إلي لما أنستازيا جات لها البيت وقالت لها أنا مش هقدر أعيش لوحدي يا إلي، وانت الشخص الوحيد اللي جه في بالي. وساعتها بتفضل تقول ساعدوني أين أنت يا سيدتي؟ أين أنت يا سيدة أنستازيا؟ دي اختفت. وساعتها بيجي هوغو الشاب اللي وصلهم وساعدهم انهم يوصلوا البلد دي، فقال لها ايه اللي حصل؟ فردت إلي وقالت له اختي مفقودة. فقال لها ما تقلقيش، ممكن تكون بتستريح في الطريق وهتيجي على طول. فردت إلي وقالت له البقالة اللي راحت ليها قريبة هنا على الطريق، وأكيد مش هتستريح في الطريق لو هو قريب كده. فرد وقال لها غوغو انت بتعتقدي ايه اللي حصل لها؟ طيب. فردت إلي في سرها وقالت من الاشخاص اللي اذوها في حياتها في الماضي، وهناك شخص واحد فقط هو اللي على قيد الحياة حاليا، ده كان ضد مشاركتهم لأطول فترة. فقالت هوغو أنا عارفة إن كل اللي هقوله يمكن يكون جنوني، لكن في الواقع إحنا ولسه هتقول. فرد هوغو قال لها النبيلة الهاربة وخادمتها. فاتصدمت إلي وقالت له انت عرفت ازاي؟ فرد وقال لها هوغو انا عمري ما حسيت انكوا اخوات ابدا، وغير كده كانت منشور صورتها في كل الاخبار وكانت مطلوبة في جميع انحاء المملكة رغم تغيير لون شعرها، لكني عرفتها دي كانت من اوامر الدك انها مطلوبة. وبالرغم من انكم ما تعرفوش اي حاجة عن الاخبار دي لان كنتوا دايما في المنزل وما تعرفوش ايه اللي بيحصل برا في القرية، واعتقد ان الدوك ريدفورد لقاها وخدها بعيد. وبنرجع لإلي وبتقول ده مر شهرين ومش هينفع اقعد كده في انتظار عودتها، لازم اروح العاصمة عشان انقذها. فرد هو قال لها انقذها، لكن مفيش اي حاجة نقدر نعملها لتلك المرأة. فردت إلي وقالت له انا عارفة ده، لكن اذا كنت هتساعدني. فقال لها هوغو انت اكيد بتمزحي معايا، انا معيش اي سلطة على الاطلاق، وغير كده انا ليه اساعدك؟ فردت إلي وقالت له انا هدفعلك، انا لسه عندي مجوهرات غالية جدا هدفعلك، من فضلك ساعدني المرة دي. فقال لها هوغو مش قصدي كده، السبب اني اساعدكم ان الامر ممتع، لاني اول مرة اشوف ان امرأة نبيلة تهرب مع خادمتها بدلا من خادم ذكر. فردت إلي وقالت له انها مش شخصية بريئة بالتأكيد، لكنها ايضا ما تستحقش انها تتحمل زي الحياة القاسية، وكلنا لدينا الحق في العيش بسعادة، عشان كده هي تستحق
انها تعيش سعيدة. يا ترى هيحصل ايه في الحلقة الجاية ورد فعل سيو لما يشوف الخادمة إلي ورد فعل أنستازيا؟ وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.